في الوقت اللي انا بصور فيه دلوقتي ماتش الاهلي وخاله زملكاوي، خاله اهلاوي، فهو زعلان علشان انا بتكلم معاهم في ماتش الاهلي. لهم بعد اسم خاله محمد احلى خاله في الدنيا. يا لهوي. تسمحوا لي طبعا ابدا البدايه بس بسلم على الجمهور اللي هو 500 واحد. ونبدا. يا مساء الفل. طبعا فيديو جديد من الاخر كده بعد قطعه كبيره. طبعا هنبدا المره دي بتجربه جديده، يعني مش هتكلم المره دي مع الجمهور، المره دي هتكلم مع اهلي اللي منورنا، خاله وماما واخواتي. تمام، بكل بساطه اهلي. هنبدا نشرح كتاب جديد ويلا بينا. علشان برضو نوضح اي حاجة انا بقولها في الكتاب من وجهة نظري من القراءة، يعني ده مش اللي قاله دكتور يحيى موسى بالظبط. هنبدأ الكتاب وهو هذا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا ما وجدنا عليه آباءنا دكتور يحيى موسى بيتكلم عن طريقة التربية الخاطئة اللي اغلب الناس بتقع فيها وازاي نقدر ان احنا نظبطها. جاهزين يا شباب؟ جاهزين؟ ماشي، بسم الله. اول حاجة في بداية الكتاب كان دكتور يحيى بيقول ايه؟ بيقول ان اغلب الاباء والامهات داخلين في منافسه، هم بيخلفوا علشان ولادهم يعملوا الحاجه اللي هم كانوا عاوزين يعملوها وفشلوا فيها. حلو؟ فاحنا ده النموذج الخاطئ اللي احنا ماشيين عليه للاسف في تربيه اولادنا، اللي هو ما بنسيب لهمش فرص. مش انت بالظبط، يعني دي رساله ليا قبل ما تبقى رساله لماما وخاله ولاي حد. هنبدأ نتكلم في دلوقتي. هنقسم بداية مرحلة التربية أو الوعي التربوي لنقطتين. أول نقطة هي النقطتين دول نقطتين خاطئين أو مفاهيم خاطئة احنا بتواجهنا في التربية. أول نقطة وهي إن علشان ابننا يكون ناجح لازم ينجح في حياته العملية والمهنية، وبكده هو هيكون إيه؟ هيكون مش بس بالنسبة لنا وبالنسبة للناس، وهيبقى ناجح اجتماعيا. حلو؟ وده مفهوم خاطئ. ليه؟ لأن مش شرط بنجاحه، يعني بنجاحه الاجتماعي أو بنجاحه المهني في الحاجة اللي احنا عاوزينها يبقى هو كده ناجح. تمام؟ ده أول مفهوم خاطئ. المفهوم التاني الخاطئ وهو إن لو احنا أجبرنا أطفالنا على إن هم ينجحوا في حاجة، اللي هو المفروض تبقى دكتور شاطر، المفروض تبقى مهندس شاطر علشان بابا وماما يفرحوا بيك، فلو هم نجحوا في دوت بعد ما احنا اغصبناهم عليهم علشان يشعروا هم بالرضا، او احنا هنفتكر ان هم هيشعروا بالرضا، اللي هو انا طلعت دكتور وباش مهندس زي ما بابا عاوزني، ده اللي احنا فاكرينه. ممكن اقول حاجه؟ طبعا. زي في الحاج متولي، اكبر ابنه يبقى زيه، وبعدين هم جابوا بقى في المسلسل ان هو بقى راضي عن نفسه لما بالظبط. وده مفهوم خاطئ. عبد الغفور البرعي، لا الحاج متولي. الحاج متولي ما كانش راضي ابنه يدخل كليه اصلا، ومنعه من العلم. بالظبط، وخلاه يشتغل معاه في محل الهدوم علشان يبقى بالظبط هو بالنسبه له كده ناجح. المسلسل ده والناس كلها بتربي عيالها زي كده. بالظبط. للاسف ده مفهوم خاطئ. احنا هم ما بيبقوش راضيين عن نفسهم، احنا فاكرين ان هم رضوا عن نفسهم وان هم حققوا فعلا اللي هم عاوزينه، اللي هو الله عليك يا ابني. هو مش مبسوط خالص بالموضوع دوت للاسف. يعني دي مفاهيم خاطئه لازم بس نخليها في بالنا واحنا لما نكبر، عشان دي احنا بنواجهها. اولا لازم نعرف ان مشاعرنا ومشاعر اطفالنا هي حاجه مش بارادتنا، يعني المشاعر دي حاجه بتطلع وملناش تحكم فيها. لما ببقى زعلان ببقى زعلان، لما ببقى فرحان ببقى فرحان، ولازم اقدر كل جزء منها. ما ينفعش ابخس فرحي ولا أأجل زعلي ولا أستنى على ده شوية ولا أستنى على ده شوية. لازم أدي كل حاجة حقها. مراحل الطفل، وفي المراحل دي هو بيبقى إيه؟ من أول ما يتولد لحد ما يبقى عنده ما بعد سنتين. من أول ما يتولد لحد فترة 6 أسابيع. الفترة دي الطفل ما بيقدرش يميز فيها أي حاجة غير بالريحة والصوت. يعني لو سمع صوت مامته صوت كذا مرة هيعرف يميز إن دي مامته لما تيجي، فيبدأ يعيط علشان تقرب له وتقول له بس يا حبيبي بس، فكده يعرف ان دي مامته. او انه يشم ريحتها كتير فيميز ان دي مامته برضه. وفي الاغلب بتبقى الام، لان الام هي اللي بتكون بترضعه، اقرب حد ليه، ففي الاغلب
هو اللي بيعرف يميزها. دي من فتره اول ما يتولد لحد كام؟ 6 اسابيع. عندنا بقى من 6 اسابيع ل8 شهور بيبدا يميز شويه، او اللي هو بتبدا عنده مرحله التمييز تتحسن. الصوره بيبدا يشوف مامته كتير وابوه كتير، فبيعرف يميز ان هم دول جم خلاص، فانا ببدا اتواصل معاهم. انما الناس غيرهم فهيبدا يعيط عشان يجيب مامته وباباه. تمام؟ انا ليه بشرح لكم النقط دي؟ علشان هنروح لنقطة تانية الدكتور يحيى موسى بيقول فيها ايه؟ ان اغلب الناس بتقول على الطفل ان هو غير عاقل، واللي هو يا عم ده طفل، يا عم انت عملت له ايه هيفضل ينسى. من اول فترة 6 اسابيع ل8 شهور بتبدأ مرحلة التمييز والادراك المبدئي، اللي هو لو مامته وباباه بدأوا يبعدوا عنه، هو ميزهم، ميز ان ده مامته وده باباه بدأوا يبعدوا عنه، الطفل بيصاب بأمراض نفسية ممكن تقول إلى التوحد، أو اللي هو يبقى عنده اكتئاب كمان. تخيلوا طفل لو أنت يا ابني مكتئب من ايه يا ابني، أنت لسه طالع من بطن أمك. لا ده فعلا ليه؟ علشان مامته وباباه بدأوا يبعدوا عنه أو بدأش يشوفهم كتير. فبيقول لك دايما المرحلة الحساسة اللي هي المرحلة الجاية بقى، اللي هي من 8 شهور لسنتين. احنا خدناها في السايكولوجي لحد 3 سنين. مش مشكلة يعني الدكتور كتبها من لحد 2 معنا دكتورة طبعا بتعلي على دكتور يحيى. طيب، فمن 8 شهور لحد 2 بيبدأ التمييز بقى الايه تقريبا الكامل. المرحلة دي الدكاترة بيقولوا عليها هي المرحلة الحساسة، اللي ما ينفعش الأم تهمل، لأن هو مش فاهم، هو بس هو عنده احتياجات محتاج ان هي تتلبى. من 8 شهور لحد 2 أول ما تعدي المرحلة دي الطفل بيبدأ يفهم ويبدأ يستوعب ليه ما بتبعد عني. حتى لو واحد جيب ازازة مية بس هي بتفهمه، انا بص انا رايح اجيب ازازة مية وجايه لك مثلا، او انا رايحه مش عارف عند فلانة وجايه. من 2 لحد فوق بقى هنا بيبدأ يستوعب ماما مشيت خلاص تمام فانا هستناها، انما قبل كده لا، في احتياجات لازم نلبيها. تمام؟ فاغلب المشاكل في الأسرة مع الأطفال يعني بتحصل امتى؟ من 8 شهور لحد 2، لأن هنا هو مش عارف اللي بيحصل، مش عارف ليه ماما بتبعد عني، مش عارف ليه بابا بيبعد عني، مش عارف ليه في صوت عالي وهكذا. أول حاجة هنتكلم عن 11 مفهوم خاطئ الأطفال أو إحنا بنكون عاوزينهم من الأطفال. أول مفهوم هو لازم الناس تحبني وتبقى راضية عني كطفل، وده مفهوم خاطئ. ليه؟ تفتكروا؟ رضا الناس غاية لا تدرك. رضا الناس غاية لا تدرك فعلا. ومفيش رأي لا تدرك. مفيش آراء بتجتمع، لأن لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. فازاي هيبقى فيه طفل بيبقى عاجب كل الناس؟ ايه الغلط اللي بيقع في التربية؟ بنخلينا نفهم الأطفال ده. تفتكروا؟ لما بيعملوا حاجة غلط ونقولهم عليها. لا، لما نقول لهم اعمل كذا عشان ما تحبك. شوفوا عشان ماما تحبك. يعني ايه؟ يعني انا مستني رضا ماما، فانا كل الحاجات اللي هعملها في حياتي ربطنا الحب برضا الناس، برضا الاشخاص. انا المفروض احبه عادي. ربطنا الحب بالحاجات الحلوة، مش شرط بالرضا. بالرضا. يعني انا المفروض لما اعمل حاجه ما بقاش مستني حد يقول لي انا حبيتك وانت بتعمل الحاجه دي، او لا انت المفروض بتحبني، بس انا لما اجي اعمل حاجه ديت انا بعملها لنفسي. حلو. ما بتتصل على خالته. ماشي لا خالتك اللي بتتصل. ماشي. قصدي يا محمد انه هو هيفهم انه انا لو عملت عكس دي ماما مش هتحبني بالظبط. فبيعملها لرضا مامته، ما بيعملهاش لايه؟ لانها حاجه كويسه او حاجه وحشه. فهنا بيدور على رضا الاشخاص وحب الاشخاص، مش الفايده. يعني فكره خاطئه بنزرعها في اطفالنا، وهي ان الشخص لازم يبقى كفء وكفاءه وبيعرف ينافس في الحياه الاجتماعيه وبيبقى توب التوب، واللي هو زي ما احنا بنقول شايف ابن خالتك عمل ايه، شايف حتى بتوصل مش بس لابن خالتك، شايف اختك. واحنا بنقولها من غير قصد، على قصد ان احنا بنحفز الناس. لو شايف اختك وصلت لايه، اختك ما شاء الله في طب، انت المفروض تبقى في طب زيها. دي اخطاء حصلت معانا كلنا، اللي هو مش فعلا مش بس بنقارن بقرايبنا، واللي هو شوف قرايبك بقوا ازاي فكذا. ليه ما ينفعش نقول كده؟ عشان ما فيش اطفال بيقعوا في نفس الظروف. مستحيل انا ابقى في نفس الظروف وبنفس الامكانيات فتقارني بشخص تاني وتبقى عاوزني ابقى منافس ليه.
ممكن انا مش عاوز ابقى منافس ليه اصلا، ممكن انا مش عاوز نفس الحاجه، ممكن انا ظروفي اصلا ما تسمحش ان انا ابقى في الحاجه دي. ثالث مفهوم خاطئ بنزرعه في اطفالنا، وهم الناس الوحشين. هم وحشين فاحنا لازم نكرههم ولازم نعاقبهم. ودي بنزرعها فيهم ازاي؟ بكلمه الاخلاق المثاليه، اللي هي اصلا مفيش حد اخلاقه كامله، يعني مفيش حد على طول كويس ومفيش حد على طول وحش. فدي اللي بتسبب ايه؟ بتسبب فكره انا لو غلطت بابا هيزعل مني فانا ما ينفعش اغلط، فلما اشوف بابا غلط هنا قدوتي كطفل اتهزت، فببدا اقول لا مستحيل، بابا مش وحش، بابا ما ينفعش اكرهه، ده بابا. فهنا بتبدا تصور ايه؟ الشخص الوحش غير بابا هو شخص وحش تماما وانا ما ينفعش اغلط، فانا لو غلطت ممكن ابهدل نفسي علشان انا غلطت، فانا لازم اكره نفسي واعاقب نفسي. ففي الاغلب الناس اللي الاطفال يعني اللي بيكبروا من المرحله ديت يبقوا معقدين نفسيا وصعبين جدا، ما بتقدروش تقدروش تتكلموا معاهم، الصح صح والغلط غلط، مفيش يمين شويه ولا شمال شويه كده، ولو غلط بيأنب نفسه 60,000 مره، ولو عمل حاجه صح بيبقى خلاص، وهكذا. فلا الاشرار اشرار بسبب ان هم غلطوا غلط بسيط مثلا فبقى هم اشرار ولازم نعاقبهم، ولا في المثاليه الاخلاقيه المطلقه. رابع حاجه وهي ايه؟ للاسف كل حاجه ما بتمشيش زي ما احنا عاوزين. احنا بنقولها كده، اطفالنا بيستقبلوها ازاي؟ بعدم الرضا والتذمر. ازاي؟ ما جبتلوش اللعبه، لما يجي يسالك بابا انت ليه زعلان؟ والله يا ابني الظروف في الشغل ما كانتش احسن حاجه. ماما هو احنا ليه ما رحناش نصيف؟ والله يا ابني مش قادرين، حكمه ربنا. فبيبدا يفهم ايه؟ ان احنا اللي حصل لنا مش عاجبنا، او اللي ما حصل، يعني الحاجه اللي احنا كنا عاوزينها ما حصلتش فاحنا زعلنا. طب هو مش احنا لسه بنقول في اول الفيديو ان مشاعرنا مش بايدينا؟ بالظبط، بس مش معنى ان انا استقبل مشاعري زي ما هي صح فانا اعكسها بطريقه كده، لان الاطفال مش هيكونوا فاهمين. الاطفال هيفهموا ايه؟ هيفهموا ان ده اللي ما كانت عاوزاه ما حصلش فهي زعلانه. طيب فانا ماما لما تديني لعبه، لا اسف، لما ما تدينيش لعبه هعمل ايه؟ انا كمان اللي انا هفضل زعلان جدا. في العكس الصح اللي المفروض اللي يبقى ايه؟ تحمل المسؤوليه. انا ايه اللي انا عملته غلط خلاني احرم من الهديه؟ وده اللي احنا المفروض نفهمه لاطفالنا، اللي هو تحمل مسؤوليه افعالك، لو في حاجه خطا فانت ترجع تصلح الخطا ده عشان تستاهل اللي انت عملته. ما احنا ليه ما رحناش المصيف؟ بسبب مثلا ان احنا كنا بنطلب اكل كتير من بره، فوصلنا للصيف ما معناش فلوس، مش قادرين ان احنا نطلع مصيف مثلا. الاب انا ليه مثلا ما اخدتش العلاوه في الراتب اللي انا كنت مستنيها، وهكذا. فلو الشخص اخد مسؤوليه افعاله مش هيزعل ولا هيتذمر، بالعكس هيكون راضي على اللي حصل، فيبدا يصلح من نفسه. بالظبط، حتى لو حاجه وحشه انا تقبلت مشاعري بس انا لازم اصلح. النقطه الخامسه بقى، التعاسه مربوطه بالظروف الخارجيه فقط، ودي بنعكسها لاطفالنا ازاي؟ ان لما نسال بابا او ماما ايه اللي حصل، والله يا ابني شويه ظروف، والله يا ابني هي حكمه ربنا كده، احنا مش عارفين ايه اللي حصل وسبحان الله. ليه لما مثلا الطفل يسال اهله هو ليه مثلا جيراننا خارجين واحنا لا، بدل ما مثلا يفهموه الظروف وكيف، فبيبداوا يعكسوها على الظروف الخارجيه فقط. تمام؟ وبيبداوا يتجاهلوا ان هم يقدروا يصنعوا السعاده الحقيقيه من اي حاجه. يعني بيبداوا يعكسوا ايه؟ السعاده والتعاسه على ظروف خارجيه. يعني اللي هو ايه؟ مثلا لو فرحنا فبسبب مين؟ مثلا بسبب ان احنا معانا فلوس. لو زعلنا فبسبب ان احنا مش معانا فلوس. لا، انا اقدر ابقى مبسوط لو انا مش معايا فلوس، واقدر ابقى زعلان وانا معايا فلوس. بس دي مش ظروف خارجيه، دي ظروف داخليه. يعني الناس بقى بتوحيها على اساس ان هي ظروف خارج ارادتهم. فهو لو جه حد ساله قال لك انت زعلان ليه؟ قال له والله الدنيا جايه عليا. هو يقدر حتى لو الدنيا جايه عليه يقدر يبقى مبسوط. مش حاسه ان انا واصله للنقطه. طيب الظروف الخارجيه
ليها تاثير على الاشخاص، صح؟ تمام. لو سيبنا الظروف الخارجيه دي تاثر علينا هنفضل دايما في دائره ايه؟ السلب، لان دايما الظروف لو ما كانش فيه مقاومه يا مش لو ما الظروف الخارجيه، مش بس لو ما كانش فيه مقاومه، منبع السعاده الحقيقي يجي من فين؟ بيجي من الداخل. من داخلك انت بالظبط. ان الاب والام بيبداوا يعكسوا التعاسه على الظروف الخارجيه بحيث ان هي تغطي على السعاده الحقيقيه، بحيث ان ما يبقاش في منظور ايجابي. مش فاهمينها خالص، صح؟ النقطه السادسه هتفهمنا ان شاء الله. لازم تتوقع الحاجه الوحشه وتشغل نفسك بيها علشان تتجنبها. نعم. حلو. مفهوم خاطئ. ده مفهوم خاطئ. تمام. ليه؟ اولا انا لو فضلت متربص للحاجات الوحشه هعمل ايه؟ هشغل نفسي عن الحاجات الكويسه. في نفس الوقت في علم النفس بيقولوا النبوءه ذاتيه التحقق. يعني لو انا رايح الجامعه في يوم الثلاث قلت يا يوم الثلاث ده يوم صعب، لو يوم الثلاث ده اسهل يوم هتلاقي يوم صعب. لو مش اسهل يوم، ده احلى يوم في الدنيا، ده جاء كل الناس اللي انا بحبهم وشفت كل الناس اللي بحبهم، هيفضل يوم صعب وهفضل حاسس ان الدنيا هبدا اشوف الحاجات السلبيه في اليوم واطلع الحاجات السلبيه. ليه؟ علشان انا حطيت في دماغي من قبل ما الحاجه ما تبدا ان هي سلبيه. النبوءه الذاتيه التحقق. فانا عامل حسابي ان انا هقابل حاجات وحشه، فمش هتاخد بالك من الحاجات الايجابيه، إطلاقاً. تبقى بس مستني انه يحصل حاجه سلبيه. اطلاقا. فهو زي المثل اللي بيقول لك بيعمل البلاء قبل الوقوع، بيتوقع البلاء قبل الوقوع، ففعلا البلاء بيقع. صح. ليه؟ لا، هو بيقول ان هو إنه بيفضل حتى لو يحدث نفسه البلاء بالظبط. يحدث نفسه. لا، ما هو يفضل يحدث نفسه لحد ما تحس ان هو وقع فيه. بالظبط. حتى لو ما وقعش مش مثلا هيقول الحمد لله بس لما ما وقعش، هيقول ايوه ما انا كنت عارف ان ده هيحصل فانا وقعت بسبب ان اليوم وحش، مع ان عادي هو ممكن كعبله بسيطه مثلا او اي حاجه حصلت له. وفي نفس الوقت الايجابيه، يعني العكس المعكوس، لو الشخص توقع ان الحاجه ديت صحيحه 100% ايه هتحصل. يعني لو انا مثلا رايح الجامعه وحاطط في دماغي اليوم ده جميل جدا، مهما حصل لي من سلبيات، اي سلبيات حصلت لي قابلتني هبقى مبسوط مهما اليوم خلص. بس ازاي بقى نحل موضوع النبوءة ذاتية التحقق دي ونحاول ان احنا نخليها دايما ايجابية؟ وهي الطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره. تمام. الطمأنينة في ايه؟ الطمأنينة في ان احنا نشغل بالنا باليوم نفسه. يعني اليوم نفسه هنشغل بالنا بيه، قبل وبعد ملناش دعوة. اليوم دوت مثلا هيحصل فيه حاجة او انا داخل على اليوم اهوت، فخلاص ده اللي في دماغي، مش هشغل نفسي بحاجة تانية وهطمئن وخلاص. لا هشغل نفسي بقى بحاجات جاية ولا حاجات مش جاية، انا في اللي انا فيه بالظبط. الطمأنينة. سابع حاجة وهي اسهل ان انا اتجنب المشكلة من ان انا اواجهها. دي ازاي بنعلمها لاطفالنا؟ لو انا عملت حاجة اللي بيحصل، لو انا عملت حاجة ماما وبابا مش عاوزينها بيضربوني، فانا بفهم ايه؟ ان اخرة المشكلة الضرب. انا بفهمش ان هو غلط وخلاص. يعني لو عملت حاجة غلط بقوم اتضرب، فالافضل ان انا ايه بعد ما اعمل حاجة الغلط اهرب من المواجهة، اهرب من المشكلة، ما واجههاش. بس انا لو علمت اولادي ان في مشكلة حصلت وبدأت اتناقش معاهم فهم عملوها ايه، مش ضربتهم، هيواجهوا المشكلة، مش هيهربوا منها. النقطة الثامنة وللأسف أغلب الناس بتقع فيها، وهي لازم يبقى في حد يسندك طول حياتك، ما ينفعش تعمل حاجة لوحدك. دي بتعلم الأطفال عدم المسؤولية. هتقولوا لي في إيه؟ في إن أنا مثلا والطفل صغير بنقول له حاجة من الاتنين، يا ما تعملش الحاجة دي عشان أنت مش هتقدر، فبنخليه إيه؟ لو هو هيقدر يعملها مش هيعملها، هيستنى المساعدة، فبيفضل طول حياته خايف من حاجة هو مش قادر يعملها، مستني حد يساعده وهو يقدر يعملها. النقطة التانية ان انا بحمله اصلا مسؤولية فوق مسؤوليته. هو مين قال ان الطفل اصلا المفروض يعمل حاجة او مسؤولية؟ يعني مسؤولية اللي هي مسؤولية كبيرة؟ لا، من حيث ان انا ابدأ اوزع المهام الصح. يعني مثلا لو انا الطفل عندي 6 سنين وجيت اقول له المفروض تروق الشقة، لا هو مش المفروض يروق الشقة، هو المفروض يروق بس اوضته.
فببدا اديله مسؤوليات اكبر من مسؤولياته، فيبدا يعجز عن عملها، فيبدا يقع في حته ان لازم يبقى في حد مساعد ليه. انما لو قدراته اصلا اشك في قدراته دي اللي هي العكس، لما يجي يعمل حاجه يجي مثلا هو هيشك في نفسه اللي هو بالظبط وبتقع مع الحته الثانيه. مثلا لما اجي اقول لماما وانا صغير ماما انا عاوز اعمل اكل، لا ما ينفعش تعمله عشان انت مش هتعرف تعمله لوحدك. بس انا ممكن اعمل اكل صغير لوحدي عادي، او حتى جزء من الاكل مثلا. هنا تبدا المحاور تختلف. من انا لما قلت له مش تقدر تعمل ده لوحدك، فلو جه يدخل مطبخ تاني هيقول ايه؟ ما ينفعش ادخل المطبخ عشان ما بعرفش اعمل اكل لوحدي، وده انا من صغري. فعلا تمام. بس سبحان الله ما تزعليش يا حبيبتي. لما انت عايز تدخل المطبخ وعايز تشغل البوتاجاز مثلا، طب ما انت سبحان الله انت ما بتقدرش تحكم فتحه البتاع وتولع. نبدلها بحاجه او نعلمه بالظبط. اما تكبر شويه تبقى تفتح البوتاجاز. دلوقتي تقدر تعمل حاجه تانية زي بالظبط. صح ما شاء الله عليك. احيانا امهات مستقبل عايز يعمل اللي في دماغه بس. ده بيبقى ناتج بقى عن مشكله تانية غير المشكله دي. النقطه التاسعه ودي بتقع مع اغلبنا من صغيرنا لكبرنا، وهي احداث الماضي بتاثر على المستقبل 100%. يعني اللي حصل لي في الماضي هو سبب اللي انا فيه دلوقتي. يعني يجي الاب يقول لي ايه لابنه؟ والله انا لولا ابويا ما دخلنيش الكليه اللي انا عاوزها كان زماني احسن مغني في الدنيا. فيبدا الطفل ايه؟ يبدا الطفل يعيش مع ابوه دور الضحيه. فلما يكبر وهو مثلا كان عاوز يلعب كوره، فابوه قال له ايه؟ ابوه قال له لا ما ينفعش. فيبدا ماسك، انا بابا ما رضاش يلعبني كوره ودخلني حاجه، فاكر نفسه ميسي، فاكر نفسه احسن حارس في العالم مثلا. تمام؟ فايه فبدا يلعب دور الضحيه. بس هو اكشلي يقدر يغير من نفسه، مش شرط افضل ماسك دور الضحيه، لان الماضي مش ماسك فيا، انا اللي ماسك في الماضي. الناس ما تعرفش ان كل فرصه كل يوم عباره عن فرصه جديده. في ناس بتفضل عايشه في الماضي ورا، اول ما يبداوا يتيقنوا من نقطه ان اليوم عباره عن فرصه جديده، كل يوم عباره عن فرصه جديده، بيبداوا يتخلوا عن الماضي. خلاص الماضي ما عادش له اي حاجه. بالظبط. 10 ودي بنقع فيها كلنا بالغلط، وهي ايه؟ لازم نزعل لزعل الناس. بنيجي لمفهوم التعاطف الخاطئ. ليه؟ التعاطف الصحيح او التعاطف الخاطئ اللي هو ايه؟ لما صاحبي يزعل فانا لازم ازعل له. ده التعاطف الخاطئ، ان انا بمزج مشاعري مع مشاعره تعاطفا معه او تعاطفا مع الشخص. والتعاطف الصح ايه؟ التعاطف الصح ان مشاعري ما تأثرش على مشاعر الناس، فاعرف استقبل مشاعرهم وانا مشاعري زي ما هي. صاحبي زعلان فانا عارف اواسيه، بس انا مش زعلان عشان اعرف اواسيه. فمشاعره ما اثرتش عليا، بس انا تقبلت مشاعره وتقبلت مشاعري. فانا لما اجي ازعل له انا بمزج مشاعري مع مشاعره. عشان كده بتلاقوا اغلب الناس ايه؟ فجأة صاحبه زعلان فبقى هو زعلان لصاحبه. صاحبه فرح هو لسه زعلان لصاحبه. لو انا متعاطف مع صاحبي، هو ازاي مش زعلان على اللي حصل له؟ يا ابني انت مالك؟ هو اللي زعلان، هو فرح خلاص، انت مالكش دعوه. خلاص نفصل التعاطف الخاطئ عن التعاطف الصح. احنا المفروض نتعاطف بطريقه ذكيه. ده حتى يعني زي ما الدكاتره بيقعدوا يقولوا لنا اللي هو ان احنا المفروض يعني تعاطفنا مع المرضى ما يبقاش بشكل زياده ان احنا مش هتعرفي تساعدي. صح. هو ده نفس الشيء لما يبقى شخص في مشكله، انت لو عملتي وحطيتي نفسك مكانه هتلاقي نفسك اللي هو ايه ده، مش عارفه اتصرف ولا عارفه تديله حق. المفروض زي ما بندي كل مشاعر حقها ما نديهاش اكتر من حقها. الفكره ال11 الخاطئه وقلنا ايه؟ الحل الكامل، اللي هو لازم يبقى فيه حل لكل حاجه 100%. لو ما عملتش الحل 100% ده ما اتحركش، ما اقفش، ما اعملش. اللي هو جيت قلت لابني بعد بعد ما راح يشتري لي حاجه ما لقاش كل الحاجات، الكبسه من غير الهيل ولا هتفرق. بس تجي لك بقى الام تقول لك ايه؟ لا انت ما جبتش الهيل
مش هعمل الكبسه. فبتعكس للطفل ان لازم لكل حاجه حل 100%. بيطنشوا خالص ان ممكن يبقى في حلول جزئيه. حلول جزئيه تمشيني. وانا مش هاكل عشان مفيش هل، لا عادي، ما انا ممكن اعمل رز عادي، مش لازم اعمل كبسه. الحاجات دي انت ممكن مثلا تخليه هو اللي يطلع الحل. يعني بتفرق من تعامل لتعامل. الاهم في الموضوع ان انا ما اعرفوش او افهمه ان مفيش حاجه اسمها بيرفكت، مفيش حاجه اسمها بيرفكشنزم، لان البيرفكشنزم مصطلح خاطئ طبعا. يعني مفيش حاجه اسمها كمال، مفيش حاجه اسمها 100%، مفيش حاجه اسمها 100%. الكمال لله واحد، احنا هنكفر بالظبط. فالحل الجزئي بيساعدني ان انا امر من المشكله، على الاقل لو ما كنتش حلتها بشكل كامل بس حلتها بشكل يخليني امشي لقدام، لان انا ما ينفعش افضل ثابت. حلو، يبقى احنا كده راجعنا ال11 فكره خاطئه اللي احنا بالغلط بنديها لاطفالنا. تمام. قبل ما ندخل على تعريف الاسره عشان نفرق بين الاسره المضطربه والاسره السليمه، بنعمل ايه؟ بنيجي لنقطه البيئه المحيطه بيا غير الاهل، كأب وكأم. يعني لما انا مثلا اكون قاعد مع اصحابي واجي اقول لهم والله انا ربيت ابني على الطريقه كذا وكذا وكذا، يقولوا ايه ده لا انت ابوك ما ربكش ولا امك ربتك كده، انت ما ينفعش تعمل كده. فبنقع بنقع لنقطه البيئه الخاطئه. لان بعض الناس وبالذات الامهات، ده اللي انا بشوفه، بيقعوا في فخ جروب المامي، اللي هو اعمل ايه مع ابني؟ والله انا ماما، الماميز بالظبط، والله انا ماما كانت بتعمل لي كذا ودوت المفروض فانا لازم اعمل كده، وده خطأ. غير كده حتى لو مثلا ماما كانت بتعمل لي، لا، كل واحد هيقول رأيه، صح. وانتش عارفك بابني. بالظبط. ببدأ اخد بيئة اصحابي، بيئة الناس اللي هم مش عارفين انا فين ولا ايه ولا اي حاجة اصلا، وتبدأ تأثر عليا، وده ما ينفعش. وغير جروب الماميز اللي الشباب كبيرة والعيلة. صح. نيجي لتعريف مهم وهو تعريف الأسرة. ما هي الأسرة؟ عاوز اسمعكم. الأم والأب والأخ والأخت. صح. عشان أنا دي الأسرة. عشان ده سؤال اتسألناه أول ما دخلنا المدرسة. كنا في الساحة قبل ما ندخل فصول، قبل ما نعرف فصولنا. ما هي الأسرة؟ نقول ايه يا رب الأسرة دي؟ مش عارفة يعني ايه الأسرة. فمامة رضوى أحمد من ورا عمالة تقول يا رضوى الأم والأب والأخ والأخت. فأنا عرفت بقى. وده التعريف الصحيح. الأم والأب وإذا كان في أولاد. ده بكل بساطة دي الأسرة. نيجي علشان نفرق الأسرة السليمة والأسرة المضطربة. نبدأ بالأسرة السليمة. لازم تتوفر حاجتين في الأسرة السليمة علشان نقول إن هي أسرة سليمة: الاستقرار والوضوح. الاستقرار من حيث تقديم الرعاية. الأب والأم لازم يستمروا في تقديم الرعاية لأولادهم علشان يبقى فيه استقرار. الرعاية في كل أشكالها بقى، حنان، حب، أكل، شرب، فلوس، هدوم، كل حاجة لازم دي تفضل مستمرة عشان يبقى فيه استقرار في العيلة. استقرار عاطفي، استقرار مالي، استقرار مادي، استقرار كل حاجة. نيجي بقى للنقطة التانية وهي الوضوح. الوضوح في في أدوار تقديم الرعاية. الأب بيقدم والأم بتقدم سواء كان الأب ده هي الست أو الأم دي هي الراجل، أو الأب هو الراجل والأم هي الأم، عادي كمصطلحات. هقولك ما ينفعش يكون الأب هو اللي بيشتغل وماما اللي تديني الفلوس مثلا. هفهم بالظبط، وبابا هو اللي في البيت وهو اللي بيغسل وهو اللي بيعمل لنا الاكل وكل حاجه. لازم يبقى في ادوار واضحه كتير قوي اليومين دول على بالظبط، وما فيهاش مش عيب، بس اهم حاجه الادوار تكون واضحه علشان افهم دور بابا فين ودور ماما فين. امتى تعرفي انك اسره مضطربه؟ اول حاجه لازم يقع ركنين، الركنين كاملين: الاستقرار والوضوح. دي اسره كامله الاضطراب. تمام. بتنتج عنها 3 حاجات: لا تشعر، لا تتكلم، لا تثق. بالترتيب: لا تشعر. اول حاجه لا تشعر، بتيجي الام والاب بيختل هنا عدم الاستقرار، مفيش رعايه، بيضربوا ولادهم، بيعنفوهم، وفي نفس الوقت بيقولوا لهم لا تعيط
ولا تعبر عن مشاعرك للناس. يعني اللي في البيت في البيت بعد ما تضربوه بعد ما تهزقوه ويروح يقول لخاله او عمه يا خالو يا عمو انا ماما وبابا كانوا بيضربوني، فيقوموا ماسكينه بعد ما قال كده انت لو طلعت الكلام ده بره تاني مش عارف ايه. فهنا بيبدا ايه؟ يخزن. انا ما ينفعش مشاعري اللي انا حاسس بيها وحشه تطلع للناس بره، فهنا ما بيشعرش، لا تشعر. نيجي للنقطه الثانيه، لا تثق. الطفل بيثق في مين اكتر حاجه؟ مامته وباباه بالذات. مامته وباباه بعد ما يضربوه هل هيبقى فيه ثقه؟ اهتزت خالص، تمام، مفيش ثقه. فبيبدا ما يثقش في اقرب الناس وبيطلع معقد نفسيا، اللي هو ايه؟ انا مش هثق في حد، الملاذ الاول والاخير هو انا. وده بينعكس طبعا على النقطه الاخيره وهي لا تتكلم، اللي هو خلاص شكرا كده، قفل على نفسه ضلفه او مش عارف المثل المصري بيقولوا فيه ايه، بس هو خلاص جسم نفسه وبقى معتقد ان هو الملاذ الاول والاخير لنفسه. بيبدا الطفل يتوجه بقى للتوحد، الاكتئاب، كل الحاجات دي بيبدا يقفل على نفسه. بابا وماما مش مساعديني اصلا ان انا اعبر عن مشاعري ولا ان انا اثق في حد ولا ان انا اتكلم، فخلاص انا مني لنفسي، وهكذا. دي الاسره المضطربه اختل فيها الشرطين، الوضوح والاستقرار. نيجي لانواع الاطفال في الاسره المضطربه، بيطلعوا عاملين ايه؟ اول حاجه الطفل المسؤول، وفي الاغلب ده بيبقى الطفل الكبير. لما يبقوا فيه مثلا ثلاث اطفال وتلاقوا الاب والام عملوا كل الحاجات الوحشه اللي احنا قلناها، تمام، بيجي الابن المسؤول ده هو الاب الروحي لاخواته، هو اللي يذاكر لهم علشان ماما مش بتذاكر للولاد، هو اللي يحاول ان هو يشتغل وهو صغير علشان يوفر لاخواته الفلوس، وهكذا. بيمسك زمام المسؤوليه وهو ما يزال صغير. الطفل ده لما بيكبر للاسف بيبقى شخص متعنت المسؤوليه بشكل كبير. يعني ماسك فيها قوي، وانت تعمل كذا ولو ما عملتش كذا لازم تعمل اللي انا بقول لك عليه، لو ما عملش مصيبه. متسلط بالظبط. بيفضل ماسك في المسؤوليه باسنانه عشان هو حاسس ان ده دوره، لازم الناس تعمل زي ما انا بقول، لو الناس ما عملتش زي ما انا بقول ما ينفعش. فالناس بتبدا ايه؟ تهرب منه. فلما بيكبر بتبدا الناس تنفر منه، مع انه هو كان صغير كان هو الاخ المسؤول بالنسبه لاخواته. بس لما بيكبر المشاعر دي بتكبر معاه، بيبقى هو شخص مسؤول زياده عن اللزوم زي ما نقدر نقول بشكل خاطئ. يعني نيجي للشخص المتكيف، ودي للاسف احنا مش بنلاحظها، بنفتكر ان الشخص لما يكبر بنقول يعني عليه الشخص لما يكبر ده الشخص الامعة اللي هو ملوش شخصيه، اللي هو ايه؟ الشخص ده كان بيتعنف وهو صغير، كان بيواجه كل الحاجات في اسرته الغير طبيعيه او المضطربه، بس كان ايه؟ بيمشي نفسه. ماما وبابا يضربوني، خلاص انا مش قاعد مع ماما وبابا تاني، هدخل الاوضه، احط السماعات في وداني، هسمع اغاني مثلا، ولا هعمل ايه؟ هبعد عن اهلي. عاوزيني اعمل حاجه، حاضر هعملها، مش عاوزيني اعمل حاجه، خلاص مش هعملها، وهكذا. ماليش راي، ماليش اي حاجه، امعة ماشي. فبالتالي لما يكبر هينعكس على الناس هتيجي تقول له ايه؟ الناس تيجي تقول له اعمل كذا، حاضر. هو مش عاوز وجع دماغ، هو متكيف. اعمل كذا، حاضر هعمل كذا. امشي يا ابني مع الناس دي زي ما قالوا، حاضر هعمل كذا. ده الطفل المتكيف. في الاغلب هو بيبقى الوسطاني، نعتبرهم 4 اخوات، تمام. اول الاخ هو الاخ الكبير، قلنا المسؤول. الاخ اللي في النص قلنا ده المتكيف. نيجي الاخ التاني في النص، او ممكن يبقى واحد من النص بالظبط، او الثالث، بنقول عليه ايه؟ المصلح الاجتماعي. ده بالنسبه لاغلبنا بنشوف ان هو ايه؟ الافضل. ليه؟ لان هو بيكون الشخص اللي بيسمع وبيتعاطف مع كل الناس، بس هو ما عندوش القدره في الاصلاح. يعني ما عندوش الحاجه اللي تقدر تساعد، بس هو يسمع كويس قوي. مين زعلان يا شباب؟ 1 2 3 تعال احكي لي، ويحكوا له ويتقبل ويحسوا بالراحه بعد ما يحكوا له كده، ويعرف يطبطب عليهم كويس قوي وما الى ذلك، بس هو محدش بيسمعه. فده بيكبر بيقدر يشتغل في الحاجات اللي هي الاصلاح الاجتماعي، اللايف كوتش، الدكتور النفسي وما الى ذلك، بس طاقته بتخلص بسرعه. ليه؟ لان في الاغلب محدش بيسمعه، الناس بتتجاهله. ننتقل للاخ الرابع من الاخوات اللي بيكونوا في العيله المضطربه، وهو ايه؟ الشخص المعبر. بس الناس
ما بتطلقش عليه ابدا الشخص المعبر، بتطلق عليه الشخص المشاغب او الابن المشاغب. ليه؟ الابن ده بيحول الطاقة السلبية اللي طلعت له من اهله على صورة كلام، فبيبدأ ان هو ايه، لما اهله يزعقوا له ويضربوه ويعنفوه يروح يتكلم مع الناس ويقول لهم ده حصل معايا 1 و2 و3، فايه محدش بيسمعه، محدش مديله الاهتمام اللي هو فقده، هو فقد اهتمام، فبيتكلم علشان حد يهتم فيه بالمقابل، فمبيلاقيش ده برضه، فيبدأ يتحول لايه، للشخص المشاغب. وده فعلا الشخص ده لما بيكبر بيكون أسوأ نوع، بيتجه للمخدرات، بيشرب حاجات وحشة، بيبدأ يدمر في نفسه، لأن هو بيحاول يدور على الاهتمام اللي محدش جابه له، فيبدأ يلجأ لأي حاجة تانية بقى بتجيب له اهتمام، وأقرب حاجة إيه؟ الشيطان. خلاص بيبدأ يقول له أنت أهلك ما ادوكش الاهتمام اللي أنت عاوزه ولا أي حاجة، أنت لو شربت دي هتكون زي الفل. عادات سيئة بنعملها في التربية كده، مش من غير قصد كده، بنعملها واحنا مش عارفين ان هي سيئة. تمام. اول حاجة وهي التبرير الخاطئ. لما بابا يعمل او ماما تعمل حاجة غلط يبدأوا يبرروا غلطهم بدل ما يعترفوا ان هو خطأ. عادي، ما انا غلطت، انا اسف مثلا، يبرر. فلما اعرف ان بابا برر بعرف ان هو كذب، فبيقع من عيني للأسف. دي اغلب الاطفال يعني، مش احنا. فالتبرير الخاطئ نتيجته وحشة، زي الكذب حبل قصير والصدق حبل طويل، بيقولوا كده صح؟ حبال الكذب قصير، حبال الكذب قصير، بالظبط. ده بالظبط اللي بيعمله الاب والام لما يبرروا تبرير خاطئ. المثل اسمه حبل الكذب القصير، حبل الكذب القصير وايه؟ والصدق انجى، والصدق انجى، بالظبط. التبرير الخاطئ بيخليني بيفقد الاب والام صورتهم الجميله في عيون اولادهم. غياب التقدير والاطراء. لما الاب يفتكر ان هو مش عاوز يدلع ابنه عشان ما يطلعش مدلل، فما يقولوش بحبك، ما يقولوش عاش، ما يقولوش بطل، على اساس ان هو ما يطلعش دلوع، ما ينفعش. الراجل ما يعيطش. ابنه يا ابني، ابنك عنده 5 سنين ولا 6 سنين، يعني الراجل ما يعيطش؟ خليه يعيط، خليه يزعل عادي. الراجل عندنا ما يعيطش. وانا مش هقول مين اللي بيقول الحاجات دي حبايب بس هما بيعملوا كده في الاغلب، وغلط. اغلب اهلنا في الصعيد صح بيعملوا كده فعلا. تمام. والله مش شرط صعيد، انا بقول اغلب، وفي الاغلب بيبقى المصر، يعني الشعب، حتى مش الشعب المصري والله، ده انا عرفت ان الاجانب كمان. الناس في العموم بتقول الرجاله ما ينفعش تعيط. فده بيسبب اصلا بعدين لما الناس بتكبر، ده خارج موضوع الكتاب، بس نسبة انتحار الرجال اكتر من النساء عشان ما بيعبروش عن مشاعرهم. ايوه، الستات سبحان الله بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم احسن حاجة احسن حاجة عند الستات انهم يعبروا عن مشاعرهم. ضعف ونقطة قوة في نفس الوقت. صح. فده بسبب ايه؟ غياب الاطراء والمشاعر من الاب والام، ان هو ما يحسسش ابنه بالحب والاهتمام والمشاعر، ويقول له ويفهمه ان مشاعره دي شيء طبيعي والمفروض يحس بيها عادي. اول حاجة قبل ما اخش على الحلول، ازاي اعرف ان انا محتاج حلول؟ ازاي اعرف ان انا عقلي مريض تربويا او معتل تربويا او نقصه حاجة من الحاجات او تعرض لمشكلة من مشاكل التربية؟ اول حاجة لازم اؤمن بنظريتين: ايه هو العلاج وبتعالج من ايه. تمام. طيب، اول حاجة بتعالج من ايه؟ هنمثل ان انا كشخص مصاب باعتلال تربوي او تم التقصير في حاجة تربوية معايا، يعني ان انا كوباية واتكسرت. تمام. اغلب الناس بتقول ايه؟ الكوباية اللي اتكسرت ينفع تتصلح؟ لا، صح؟ ده خطأ. بس احنا مش كوبايات، احنا ممكن لو جمعنا القطع بتاعتنا نتصلح، بس مش هنرجع زي ما كنا. فهنا بتقع اغلب المشاكل مع الناس في المفهوم دوت، ان مثلا اللي هو اللي اتكسر ما بيتصلحش، فانا خلاص. بس اللي اتكسر بيتصلح بان انا
طب امشي لقدام. فالناس تلاقيها دايما لما يجي حد يقول لك ايه، لما يجي حد يقول لك يا ماما انا المشكله دي عملت لي تروما ما اقدرش اتخطاها، فبيحط حاجز في دماغه ان هو كوبايه اتكسرت خلصت القصه. مهما قعدتي معاه، مهما حاولتي معاه، هو مش راضي يغير فكره ان هو يقدر يصحح من نفسه. فمش هنقدر نغيره ما لم يغير الفكره دي، ما لم يقتنع ان هو مش كوبايه مكسوره، هو شخص عادي يقدر يعيش ويقدر يتخطى كده. الكوبايه المكسوره هي ايه هو العلاج؟ ايه هو العلاج؟ تمام، ان انا بتخطى الماضي خلاص. بتعالج من ايه بقى؟ هي دي النقطه الثانيه، واللي هو ايه؟ الاستبدال الخاطئ. يعني شخص مثلا فقد جزء كبير من الحنان والعاطفه وكل المشاعر المهدوره في حقه وهو طفل، فبيبدأ يروح للعلاقات التانية اللي بيعوض بيها الموضوع ده بشكل خاطئ. الناس اللي عاوزة تتجوز عشان هي فقدة حنان، هل ده صح؟ بيروح يرتبط بالبنات مثلا علشان عنده نقص حنان فعاوز يعوضه، فبيبدأ يخوض علاقة بشكل خاطئ تعويضية ليه. وده مش صح. يعني الصح ان الجواز يعني، او ان انا لما ارتبط بشخص بنكون مش انا ناقصني حاجه وهو ناقصني حاجه، فاحنا بنكمل بعض، احنا الاثنين كاملين فبنمشي مع بعض. بس ده مش قصتنا. بس انا ما ينفعش ادخل في علاقه مع شخص علشان انا فقدني حاجه بسحب من طاقته وما بديهوش في المقابل، بيبقى فيه اختلال في العلاقه. فالمهم يعني هو مش موضوعنا العلاقات، بس ده بيأثر بالسلب على كده. فاحنا بنتعالج من ايه؟ بنعالج نفسنا، مش بنجيب حاجة تعوض. مش بشتري اللي ناقصني، بس بصنع اللي ناقصني. الحلول بقى، واحنا كده تقريبا وصلنا لاخر الحلقة خلاص. اول حل، اسمح لمشاعرك بالتدفق. سيب مشاعرك، عاوز تعيط عاوز يعني احنا بنتكلم دلوقتي كناس كبيرة، يعني ناس عدت الفترة بتاعت التربية خلاص. احنا دلوقتي ناس ناضجين، نسمح لمشاعرنا ان هي تتدفق ايا كانت، نعبر، ما نكتمش جوانا. خلاص اللي حصل. يلا نبدأ صفحة جديدة مع نفسنا. حابين نعيط، حابين نضحك، حابين نفرح، يلا بينا. تاني حل، ما تلومش نفسك. يعني خلاص اللي حصل، ما ابدأش الوم في نفسي. انا لا، ده بابا وماما ما غلطوش، الغلط مني، وافضل الوم في نفسي فمش هتحرك. عادي ماما وبابا مش ملاك، ماما وبابا غلطوا، خلاص يلا بينا، بسم الله نبدأ، عادي جدا. لو وده بيقولك في يعني ربنا يديك الصحة يا رب يا ماما، بس بيقولك ايه؟ الاب والام لو كانوا عايشين في النقطة دي، مقدرة الشخص في ان هو يتخطى لوم نفسه بتضعف. كل ما الاشخاص الاب والام فارقوا الحياة، كل ما كان نقطة ان هو يتخطى لوم النفس تكون اسهل، عشان هو شايفهم لسه قدامه، فهو ما بيقدرش ان هو يلومهم وهم موجودين. تمام. بس حل من الحلول ان انا ابطل الوم نفسي علشان اتخطى. ثالث حاجة، ما شككش في نفسي. اللي هو هقدر ولا ما اقدرش، لا خليني اجرب عادي واشوف في الاخر هتوصل لفين. بس ما شككش في قدراتي، ما شككش في الحاجات اللي انا هعرف اعملها ولا مش هعرف اعملها. خليني اجرب، خليني اعمل كل حاجة. يعني ده الشخص اللي كان ما بياخدش فرصته وهو صغير، لو فضلت معاه او مش فضلت معاه، هو اوريدي بيشك في نفسه. فالحل ليها ان هو يبطل يشك في نفسه ويدي نفسه الفرصة ان هو يجرب يعني ويحاول. اتعودوا تقولوا لا، وما تستسلموش للإهانة. خلاص من النقطة دي هنقول لا عادي للناس اللي بتضايقنا مثلا. تعود نقول لا عادي للآراء اللي مش متناسبة مع عائلتنا مثلا، لو احنا هنبدأ نربي وهكذا. عادي نقول لا وما نتسهلش مع الإهانة خالص. آخر حل خالص، وهو نحط حدود شخصية محدش يتخطاها، في نفس الوقت نحترم الحدود بتاعت الأشخاص التانية ما نتخطاش حدودهم. هنا بالذات في النقطة دي بتبدأ تصنع لنفسك ولأهلك البيئة الأمثل. محدش هيقدر يتخطى حدودك، لا بقى من ناس تانية. فاكرين لما قلنا الأصحاب بتبدأ تأثر على، أو جروب الماميز ومش عارف ايه، بتبدأ تأثر على الناس وكده.
خلاص انت الناس هتحترم حدودك زي ما انت بتحترم حدودهم بس. وبهنا نكون خلصنا كتاب كما وجدنا عليه آباءنا. هذا ما وجدنا عليه آباءنا. دكتور يحيى موسى، ما بتدعي لك لما تسمعي. بس نرحب قصدي نشكر السادة الأفاضل خالو وماما ورضوى وسندس وسارة اللي راحت وجت. سامح الجميع. شكرا لحسن استماعكم، ونراكم في حلقة نراكم في حلقة قادمة. سلام.